تخيل سجن ملوش باب، ناس كتير دخلته ومحدش خرج. سجن تحت الأرض في قلب مدينة مكناس المغربية، اسمه سجن قارة، واحد من أغرب وأرعب الأماكن في تاريخ المغرب. بيقولوا إن السجن ده أي حد يدخله خلاص مفيش رجوع. ليه؟ لأن تصميمه نفسه فخ. سجن قارة اتبنى في القرن ال18 في عهد السلطان المغربي المولى إسماعيل، وكان مخصص لسجن المجرمين والمعارضين للحكم. بس اللي يخوف مش الفكرة، اللي يخوف هو التصميم. السجن معمول على شكل دهاليز ومتاهات معقدة جدا، كل قاعة ليها ممرات، وكل ممر يوديك لقاعة تانية، ولو توغلت جوه شوية شبه مستحيل تعرف ترجع من نفس الطريق. عشان كده انتشرت أسطورة إن مساحة السجن غير معروفة، ناس تقول قد مساحة مدينة مكناس كلها، وناس تقول ممتد لعشرات الكيلومترات تحت الأرض. والأغرب بيقولوا إن السجن ملوش باب أصلا. طيب السجناء كانوا بيدخلوا إزاي؟ الأسطورة بتقول إن كان فيه ثقوب في السقف السجناء كانوا بيترموا منها، والأكل كان بينزل لهم من نفس الفتحات، يعني اللي يدخل ده حكم مؤبد فعلي. وفي رواية أغرب من كده إن المولى إسماعيل ساب مخرج واحد بس في مكان مجهول، واللي يوصله يبقى حر. بس لحد النهاردة ولا حد لقى المخرج ولا حد خرج. عشان كده الناس خافت تستكشف السجن، واتقال إنه مسكون وإن في جن وعفاريت وإن المكان ملعون. هو أكيد طبعا مسكون بعد كل اللي حصل ده. في التسعينات فريق مستكشفين فرنسيين قرروا يدخلوا السجن بمعدات حديثة، دخلوا وما خرجوش واختفى أثرهم تماما. ومن ساعتها السلطات قفلت أغلب السجن بالخرسانة وسابت قاعة واحدة بس للسياح. لكن الحقيقة التاريخية سجن قارة هو معلمة أثرية حقيقية موجود داخل القصبة الإسماعيلية في مكناس، مصمم على شكل شبه مستطيل متقسم ل3 قاعات كبيرة بأقواس ودعامات ضخمة، وهو فعلا أكبر سجن تاريخي في المغرب. الفرق إن الأسطورة ضخمت حجمه وخطورته، بس الواقع لسه مخيف كفاية. السؤال بقى، هل سجن قارة مجرد مكان تاريخي ولا لسه تحت الأرض أسرار محدش قدر يوصل لها؟ انت رأيك ايه؟ تحب تدخله ولا تبص عليه من بره وبس؟